ازاي توصل من الشكل ده للشكل ده؟ كمل معايا الفيديو للاخر عشان احكي لك تجربتي واقول لك ازاي فعلا توصل للي انت عايزه. ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ خلينا نخش في الموضوع على طول واقول لك ان انا اول ما بدات في ثالثه اعدادي، وده يناقض حاجات كتيره قوي من بين الناس اللي يجي يقول لك لا ما ينفعش تنزل جيم علشان انت لسه صغير نموك ما اكتملش، والكلام التعبان اللي احنا بنسمعه ده. لان بالعكس لما تنزل جيم وانت صغير اصلا نموك ما بيتاثرش غير بالايجاب، لان انت لو بتنمو في العادي بتنمو عادي جدا. لو عندك مشكلة في النمو جسمك بيبتدي ينمو افضل وانت بتتمرن. طيب دي اول حاجة. انا اتمرنت، ابتديت تمرين من وانا في ثالثه اعدادي او في اواخر تانية اعدادي، مثلا كان عندي 14 15 سنة حاجة زي كده. وساعتها ما كنتش ملتزم خالص، كنت داخل اضبش، ما كنتش عارف اعمل ايه، اخش الجيم ازاي، اكل ايه، ولا اروح اتمرن ايه وهكذا. وكنت ماشي ورا كلام المدربين، وساعتها المدرب كان على قده خالص وما كانش فاهم كويس يعني. فكنت رفيع جدا، وزائد ان انا كنت رفيع كان في طبقة دهون على جسمي، فكنت سكيني فات، فكان شكلي وحش جدا يعني. فمن بعد كده دخلت اولى ثانوي، دخلت جيم تاني، وساعتها كنت بنزل مع واحد صاحبي، فده من اول العوامل اللي خلتني ان انا التزم على الجيم. وضروري ان انت لما تيجي تنزل مع حد يكون فعلا ملتزم، هو اوريدي ملتزم، مش مستني ان انت تيجي تلحقه او تنزل معاه وهكذا. هو اوريدي ملتزم وبينزل، فهيشجعك انت، هيسحبك معاه. وكمان لما انت تنزل معاه فهو هينزل اكتر، هيتشجع ان هو ينزل اكتر. فدي اول خطوة حرفيا كده ممكن ان انت تعملها علشان تلتزم بالجيم. تاني حاجة، جيت في اولى ثانوي، لما ابتديت التزم بالجيم اهتميت شوية، ابتديت ابحث، دخلت على اليوتيوب، ابتديت اشوف فيديوهات، ابتديت اقرا واعرف. عرفت ان في حاجة اسمها سعرات، البروتين اللي المفروض ادخله، الكربوهيدرات والحاجات دي كلها، وابتديت امشي عليها وافهمها. ووصلت للشكل ده بعد سنة بالظبط من التمرين. الشكل اللي قدامك ده بعد سنة بالظبط من التمرين. قعدت اكمل حوالي 6 شهور او 7 شهور كمان. ساعتها كنت في تانية ثانوي ودخلت على معمعة تالتة ثانوي. كان قرار خاطئ تماما ان انا اسيب الجيم. خدت القرار الخاطئ ده ودخلت على تالتة ثانوي، ومع نهاية تالتة ثانوي ما كنتش بتمرن لغاية نهاية تالتة ثانوي كلها، وللأسف وصلت للشكل اللي انت شايفه ده. بعد ما وصلت للشكل ده كان في محاولات كتير جدا بقى بعد ما خلصت ثانوية عامة ان انا اخش الجيم تاني، ارجع التزم باكل، انزل على طول، احب الجيم، اتمرن على طول، اكل كويس، اهتم باكلي وكل الكلام ده. اول حاجة بالنسبة لي كان معايا حد تاني غير اللي كان بيتمرن معايا، حد من صحابي. وبعد كده لما نزلنا، انا بالنسبة لي كان اول مرة انزل مثلا، بسبب ان انا كنت قاطع فترة كبيرة جدا تزيد عن السنة، وكنت عايز ابني العادة من الاول خالص. والشخص ده كان اول مرة في حياته ينزل جيم، او منزلش غير حاجات بسيطة قبل كده. فما كناش ملتزمين خالص، انا انزل مرة هو ينزل مرة، احنا ننزل مع بعض مرة وهكذا. كان يكلمني في التليفون او اكلمه في التليفون، ايه هتنزل؟ لا، مش جاي لي مزاج النهاردة، ايه رأيك؟ خلاص مش هنزل. فكان الموضوع كارثي تماما، اللي هو اوكي ده بالمزاج، ايه رأيك ننزل النهاردة؟ لا خلاص مش هننزل. انا اكلمه ايه رأيك ننزل النهاردة؟ لا 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 مش قادر. فكان الموضوع كارثي تماما، كان ماشي بالمزاج وما كانش فيه اي التزام. وساعتها دفعت اشتراك كان 3 شهور تقريبا وما رحناش تاني. رحنا تقريبا اسبوع متقطع او اسبوعين وما رحناش تاني. بعد كده بقى ابتدينا نشوف ان الموضوع مش ما ينفعش يتاخد بالمنظور ده وان فعلا علشان تنزل جيم انت محتاج تلتزم. واول الحاجات اللي انت محتاج تلتزم عليها هو ان انت تحط وقت معين لنفسك كل يوم تنزل فيه. ده اول حاجة، ده كده بسم الله اول حاجة مفيش قبله. لان علشان تنزل جيم محتاج ان وقت معين بتاع اليوم ده يجي
فاوكي انا دلوقتي عندي جيم، طب انا عندي مشوار، لا اجل المشوار. طب انا مش عارف رايح فين، اجل اللي انت رايح فين ده. نازل العب مع اصحابي، لا ما ينفعش. فاول الحاجات اللي هتخليك تلتزم على الجيم ان انت تحط ميعاد معين كل يوم، والميعاد ده يبقى ثابت كل يوم وتنزل فيه. ده هيسهل عليك الاختيارات. مش مثلا اصحى من النوم ها انزل دلوقتي، لا مش مشكلة انزل بالليل، وبعد ما يجي بالليل لا ده انا مش قادر، ده انا مش عارف ايه، رايح عندي مشوار مهم جدا، لا ده انا نازل اقعد مع اصحابي ففاكس النهارده انا مش هنزل جيم. فده بيخليك ما تنزلش اصلا وتكبر دماغك من الموضوع. فمن اول الحاجات اللي محتاجاك تعملها فعلا ان انت تحدد ميعاد معين كل يوم وتلتزم عليه. مع الوقت هتلاقي فعلا ان الموضوع اتطور وبقى سهل جدا، مش زي الاول وبنزل عادي، بقيت تنزل عادي في نفس الوقت اللي بتنزل فيه كل يوم. طيب تاني حاجة بقى هي ان انت لما تنزل كل يوم بالطبيعي انا مثلا عايز حد يشجعني عشان انزل في نفس الميعاد ده، فاختار حد يكون معاك، ولكن ما تتكلش على حاجة زي كده. لو موجود فتمام، مش موجود فما تتكلش على حاجة زي كده. فبس ده هيبقى ورقة رابحة لو موجودة ان في حد معاك في الجيم فانت بتحب وقت الجيم. حاول تحب وقت الجيم، تروح تحب فعلا ان انت تكون هناك، تحب التمرين، تحب الوقت اللي انت بتقضيه هناك. طيب ده ممكن يحصل ازاي؟ ده ممكن يحصل بان انت يكون معاك حد من صحابك، تتمرن تمرينة بتحبها، تصور نفسك هناك. حاول بأي طريقة ان انت تحب وقت الجيم. طيب تالت حاجة بقى علشان توصل للجسم اللي انت عايزه، وفعلا بعد ما تلتزم توصل للحاجة اللي انت عايزها، هي ان انت تظبط اكلك. اللعبة دي لعبة اكل، اونلي لعبة اكل. اكيد في تمرين ونوم وليهم عوامل مهمين جدا، ولكن اللعبة دي لعبة اكل بشكل كبير جدا. طيب لازم امشي على نظام غذائي كل يوم واكل نفس الحاجات وبتاع؟ مش شرط. بس لو انت بتاكل كويس في اليوم والاكل متوفر في البيت، لو عايز تمشي على اكل البيت وفي بروتين كويس في البيت واكل كويس في البيت وعندك مصادر متنوعة وهكذا، فخلاص اوكي مفيش مشكلة ان انت تاكل من البيت. بس لو مفيش حاجة زي كده وانت بتطنش زي حالاتي مثلا، حتى لو في اكل في البيت ممكن ما تاكلش، فانت لازم تلزم نفسك بنظام غذائي. انا هفطر كذا، هتغدى كذا، وهتعشى كذا، الوجبة الاولانية، الوجبة التانية، التالتة، الرابعة، وهكذا. فلازم تلزم نفسك بنظام غذائي. فعلشان يبقى المجموعة كلها متكاملة، مبدئيا تحب الجيم وفعلا تنزل. لما تنزل هتلاقي كل حاجة بتتظبط عادي. ان انت تلتزم بس على الجيم ده فيه فوائد كتيرة قوي، كنت متكلم قبل كده اصلا في فيديو تاني عن الموضوع ده. ان انت بيبقى عندك صلابة عقلية، بيبقى عندك حب لان انت تعمل حاجات تاني جديدة، ان انت تلتزم على حاجات اسهل بكتير من الاول، وهكذا. فلازم تعمل اول حاجة ان هي تنزل الجيم وتحب الجيم. تاني حاجة لو عايز توصل للي انت عايزه تهتم باكلك. طيب لو عايز تعرف بقى تهتم باكلك ازاي، ايه السعرات اللي المفروض تمشي عليها، ادخل بروتين قد ايه، ايه الحاجات اللي المفروض اعملها، الاكل اللي المفروض اكله، لو انت مهتم بحاجة زي كده اكتبولي في الكومنتات تحت وهعمل فيديو تاني لحاجة زي كده. وبس كده، دي كانت نهاية الفيديو. اتمنى اكون فدتك حتى لو بحاجة بسيطة. وما تنساش تضغط على زر اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية. سلام.